مين كان يصدق ان الصندوق الضخم اللي بيعرض صورة ابيض واسود بس تمر عليه الايام وسمكه يبقى في سمك البطاقة وبيعرض الوان خيالية وبدقة توصل 8K و 16K. التكنولوجيا على مر 100 سنة اللي فاتت غيرت شكل الشاشات اللي مرت على مراحل كتيرة لحد ما وصلنا للشكل الحالي للشاشات الفائقة الجودة. في العشرينات كانت الولادة الرسمية للتلفزيون، واستمر تطور التلفزيون لحد الخمسينات وكان فيها أول بث رسمي ملون، واستمرت رحلة تطور الشاشات بأشكالها المتنوعة لحد ما وصلنا لأحدث تطور في الشاشات اللي هو الأوليد. يعني إيه الأوليد اللي إحنا بنسمعها كتير؟ هي اختصار الأورجانيك لايت ايميتنج دايود، ودي عبارة عن مركب عضوي بيطلع ضوء لما بيوصله تيار كهربي، فكل اللي بيحتاجه علشان يشتغل هو مصدر التيار الكهربي بس. شركة LG فضلت تطور فيها على مدار 10 سنين فاتوا، والتطور كان في المواد العضوية المستخدمة في صناعة البانل. الأول كانوا بيستخدموا الهيدروجين، وبعدين بقوا يستخدموا الديوتيريوم. المادة دي الوزن الذري بتاعها أتقل من الهيدروجين، وده ساعد إنه يدي أقصى سطوع بنسبة 30% زيادة، وبقت جودة الصورة أحسن. وكمان التكنولوجيا دي بقت بتحافظ أكتر على الشاشة من البيرن إن، وهو احتراق البكسلز. طب إيه الاختلاف ما بين شاشات الأوليد والشاشات التانية؟ شاشات الأوليد بتختلف عن الشاشات التقليدية في طبيعة الإضاءة الخلفية للشاشة أو في الطريقة اللي الشاشة بتنور بيها. الشاشات التقليدية بتستخدم لمبات ليد بتكون موجودة في الظهر أو في الحواف، على العكس الشاشات الأوليد اللي بتستخدم مواد عضوية بيكون ليها خاصية إنها تنور لما بتتوصل للكهرباء. المواد العضوية بتكون متوزعة على البانل بتاعة الشاشة، والنور اللي خارج منها بيعدي على فلاتر أقل من الموجودة في شاشات الليد، وده بيدي للشاشة أكتر من ميزة. الشاشة بتكون رفيعة جدا لأن هي مش بتستخدم إضاءة خلفية أو فلاتر كتيرة. اللون الأسود في الشاشات الليد بيكون قالب على الماضي شوية، ده بسبب وجود الفلاتر الكتيرة. لكن في شاشات الأوليد الألوان أوضح 100% والصورة أحسن والألوان أنقى وأزهى. ليه نشتري شاشة أوليد؟ حاصلة على شهادة اي سيف. شاشات الأوليد متصممة إن هي تحافظ على راحة عينك لأن هي بتصدر ضوء أزرق أقل من الموجود في أي شاشة تانية. الضوء الأزرق ده لو تعرضنا ليه بكمية كبيرة لفترة طويلة بيعمل اضطراب في النوم ويسبب إجهاد للعين. وكمان هي فليكر فري وبتقدر تظبط السطوع بتاعها على حسب البيئة المحيطة اللي هيخلينا نقدر نستمتع بمشاهدة أكتر راحة. دقة الألوان 100%. تستخدم الذكاء الاصطناعي اللي بيقدر يظبط ألوان الصورة والكونتراست على حسب المشهد اللي بتتفرج عليه بتقنية دولبي فيجن IQ، وبأعلى تقنية HDR وبواقعية أكتر. والسماعات بتاعتها بتدي نقاء صوت بتقنية دولبي أتموس على حسب المشهد والبيئة المحيطة. كمان فيها ميزة البحث الصوتي. كمان درجات اللون الأسود بقت أعمق واللون بقى أوضح وأنقى بسبب إن كل بيكسل في الشاشة بينور ويطفي بشكل منفصل. المعالج كمان بيوفر الطاقة وبيحسن من كفاءة استهلاك الكهرباء. هتعيش تجربة السينما في البيت بسبب وضوح الصورة ونقاء الصوت. كمان الناس اللي مهتمة بالجيمنج شاشات الأوليد بتوفر ليهم تجربة ممتازة بسبب دقة التفاصيل والألوان الحقيقية، هتحس كأنك جزء من اللعبة. وكمان ريموت الشاشة بيسهل جدا في عملية التحكم زي الماوس، مقارنة بالشاشات التانية تعتبر أوليد أفضل شاشة. وبمناسبة رمضان بريكو عامل عروض وخصومات ما تتعوضش، يلا مستنيين إيه؟ اشتروا من بريكو.